اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي طبعا. كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري بيلعب في نادي الزمالك. بيلعب في نادي الزمالك كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره خده وديه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. والله العظيم يا ابو هيم لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى عكنا على الاهلاويه كل واحد يجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. انا لو انا ما عنديش الاراده اني ماشي المسابقه صح هجيب لك حكام يخسروك من بره، ما هيش صعبه. لكن هتقول لي الاوضاع زي ما هي هقدر اجيب لك اللي يذبحك من اي حته. انت دايما كنت عامل كوبري موجود لاي لعيب عايز تخرجه وترجعه على الاهلي. النادي الاهلي انت عايز حد النبي لو مش بيت كوبري، لو تبني جبل، انا النادي الاهلي عايزه خلاص. دي اموال بالملايين، مئات عشرات الملايين تضخ من السعوديه الى مسؤولين في اتحاد الكره وحكام بعينهم، 6 حكام، وعصام يعرف وهاني يعرف والناس كلها تعرف، لاجل تدمير نادي الزمالك من 3 سنين، تدمير نادي الزمالك وابعاده عن المنافسه ومجامله الاهلي ليحقق بطوله الدوري منفردا. لا يعني ازاي كره لعلم حضرتك انا، وتقدر تشوف التقارير الامنيه، يوم ما الاهلي بيكسب الدنيا سعيده والناس مبسوطه ماشيه في الشارع مبسوطه. حدث ان اتصال من احد اعضاء الجهاز الفني بالحكم محمد فاروق، واخد بال حضرتك؟ وكان عنده محمد فاروق كان هيحكم للنادي الاهلي الماتش اللي هو بتاع بكره. وكان فاضل 5 ماتشات تقريبا على الدوري ما يخلص، وده الماتش ده لو الاهلي كسبه كان ينتهي الدوري. يا رؤى بكره الماتش والدوري ونخلص ونخلص بقى بكره وبتاع، وشد حيلك معانا وربنا يوفقك وبتاع. فرد اللي على التليفون قال له يا كابتن انت تقصد مين؟ ده انا محمد فاروق لعيب النادي الاهلي. اتكلم جد يا كابتن. انا محمد فاروق لعيب النادي الاهلي. لا ده ومحمد فاروق لاعب النادي الاهلي هو اللي قال لك هذا الكلام؟ هو اللي قال لي هذا الكلام. ومحمد فاروق لاعب النادي الاهلي هو اللي قال لك هذا الكلام؟ هو اللي قال لي هذا الكلام. يعني مثلا عبد البقال عبد البقال ده من ضمن الناس اللي خلى النادي الاهلي خد الدوري يمكن 5-6 مرات. ماتش فيصل بين الاسماعيلي والاهلي، يعني كده خلاص احنا مش فرقه بقى، ويكفي ان النادي الاهلي اللعيبه بتاعتهم بتحاولوا علينا في الملعب، دي يكفي. هم يكفي دي النادي الاهلي العظيم، اللعيبه كانت بتعيط في الملعب ويقولوا عشان خاطرنا، والحمد لله لاخر دقيقه بنلعب بشرف. انا عايز بس اصحح لك الغاء القرار لم يلغى، القرار كان ارجاء قرار وزير الرياضه بحل مجلس اداره النادي الاهلي لحين الدراسه، والرد بعد اسبوع. ده اللي نزل رسميا على شاشه التلفزيونات كلها. مر اسبوع ومر 2 ومرت سنين واحنا قاعدين مع بعض ولم يرد احد. هل القرار اتلغى ولا لا؟ اللي لا يستطيع رئيس الوزراء انه يلغيه كمان، بس ما يقدرش يلغيه ليه؟ لانه قرار مشروع بمستندات رسميه، فمش هتيجي الدوله تكدب نفسها. اللي يمسكها من بره ال 18 يطرد. فكنا بنلعب المحله في المحله، وكان جاي لي شوقي غريب بيتخاطب بالانفرادات. فقلت كان جاي لي بره ال 18، فقلت الحقه بره عشان اخوفه. هيخلص منها بسرعه يعني. ففعلا فصدتها بايدي، كان قادر عبد العظيم. فراح مصفر مدي هاند بول، والقانون طلع واضح انه طرد. قلعت الجوانتي وخلاص ماشي. فهو الكابتن قادر يفكر شويه، يعني ايه الاهلي وجمهوره وشغله وبتاع، فراح مديني كارت اصفر، كنت حبوسه. كان الموضوع خلصان. اتحاد الكوره كمان على فكره كان اخر يوم في القيد. فتح تقريبا الساعه 5 الفجر مثلا. فتح القيد الساعه 5 الفجر؟ والله 5 الفجر. هو في قيد بيتفتح الساعه 5 الفجر؟ فتح. قدرة ربنا. قدرة ربنا. كمل يا سيدي كمل. قيد يعني الساعه 5 الفجر خلاص اليوم خلص. قدرة ربنا بقى. يتفتح يوم جديد وعلى قديم. ماشي يا سيدي كمل. قدرة ربنا هنقف عندها. شوف كابتن صاروخ ارض جو لقيت نفسي مع في ثابت واتحط الجول. لقيت بيبو والكابتن محمد عمر جايين يقول ايه مش نخلص. طب خلاص
خلصت روحكم. هنزود وهنقعد ازودت حوالي 10 دقايق. ده اقل واجب يا كابتن، اقل واجب. 12 دقيقة يا كابتن. 12 دقيقة يا نهار ابيض. هي 12 دقيقة ولا 10؟ 12 بيقول لك اهو. بس هي الكورة مش عايزة تدخل اصلا. النادي الاهلي مضيع كده كمية اهداف مش طبيعية. اديته 12 دقيقة مفيش فايدة. اتفضل. خلاص الدنيا قليلة. عملت نص ساعة بقى. هتجيب انت الجون، هتجيب انت الجون يعني، هتعمل ايه بقى؟ مفيش الا اللي راح احطها بقى. انا راح يسالني هقول له انما ما سالنيش الحكام على طول اي حاجه الاهلي على طول اي حاجه الاهلي على طول اي حاجه الاهلي